ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي. اكله سهله جدا وكل حاجه عندك في البيت وما تعقديش الدنيا، واللي عندك اعملي بيه. انا هوريكي ازاي انا عملت باللي عندي، ومش لازم خالص تعقدي اي اكله. اللي عندك اعملي بيه. هنا مقاديرنا: كيلو لحم مفروم، منه 20% او 25% دهون. ومعانا نص كيلو بصل، يعني كيلو لحمه عليه نص كيلو بصل مفروم. ويا ريت نفرمه ناعم شويه، يعني ما يبقاش ناعم قوي يجيب ميه، بس يبقى ايه، ناعم شويه. ومعانا كوبايه بقدونس، ممكن تستغني عنها او ممكن تقلليها زي ما انت عايزه. معانا فلفل اخضر، ومعانا 5 فصوص توم. والتوابل بتاعتنا هتبقى ملح وفلفل وكمون وكزبره وبهارات، اللي هي السبع بهارات دي. عند اي عطار ممكن تقولي له انا عايزه السبع بهارات بيعملها لك، دي بستخدمها في كل حاجه تقريبا. بس هنا بقى اللحمة بتاعتنا، ممكن تقولي للجزار يجهزها لك، يعمل هيك. يعني قولي له للحواوشي انا عايزه لحمه مفرومه للحواوشي، هو بيظبط لك الدهن المناسب لكيلو اللحم. آه، مش عندك او ما قلتيش للجزار، او عندك لحمه قبل كده وعايزه تعمليها حواوشي وكلها لحمه ما فيهاش دهون، بناخد 3 ارباع لحم وبنعمل عليه. لو انت عندك دهون مجمده في الفريزر او كده او شايلاها، بتبشري ربع كيلو على كيلو الا ربع لحم. بس لحمة الحواوشي لازم تكون فيها دهون. مش هينفع استخدمها لحم صافي، كده مش هتاخدي التست بتاع الطعم، او طعم الحواوشي لازم يبقى طعمه كده. بنحط بقى المكونات على بعض ونبتدي نعجنهم كويس جدا، ولحد ما المكونات تبقى كلها واحدة. عايزه اكلمكم بقى على العيش اللي احنا هنستخدمه النهارده، عشان كده بقولك اللي عندك استخدميه، او اللي عندك اعملي بيه وما تعقديش الدنيا. هنستخدم العيش العادي اللي احنا بناكله كل يوم، اللي هو بتاع الفرن العادي خالص. العيش اللي انت بتجيبيه اللي احنا بناكله يوميا ده سوا كامل. ممكن تقولي للفرن او الفران يعمل لك العيش يكون بتاع حواوشي. ايه الفرق؟ العيش بتاع الحواوشي بيكون نص سوا، بحيث ان هو بعد ما نحط فيه اللحمه ونحطه في الفرن يستحمل السوا. بس والله برضو دوت استحمل السوا معايا وكان زي الفل. بس العيش اهو، بنبدأ ان احنا نفتحه وهو سخن. بنفتحه وهو سخن، اول ما بيجي من الفرن بنروح مفتحينه وهو سخن ونسيبه يبرد براحته، علشان ما نرجعش تاني نحطه على بعضه فالطبقات تلزق في بعضها تاني. فاحنا بنفتحه وهو سخن وبنسيبه يتهوى شويه. اشيله بارد او احطه على بعضه بارد، واتاكد ان كل طبقه بعيده عن التانية. هنا جبت صينيه وهندهنها زيت، يا اما تدهنيها زيت يا اما تدهني العيش وخلاص. تمام. بنبدا بقى ان احنا نفرد اللحم في العيش، وزي ما انت عايزه بقى، بتحبي اللحم كتير بتحبي اللحم قليل، زي ما انت عايزه، ظبطي زي ما انت بتحبي. السوا بتاعه بيكون على درجة حرارة متوسطة، وبنحطه على الفرن من تحت، ما بنحطش على الشبكة عشان ما يتحمصش منك والعيش ينشف منك. واللحمة اللحمة تبقى استوت، بس هيبقى العيش آه، العيش هيبقى تتحمص. احنا عايزين كل حاجة مظبوطة، فاحنا بنحطه تحت بحيث ان اول ما ياخد لون ذهبي غامق كده بنروح ايه قلبينه على الوش التاني. بنبدأ بقى ان احنا لازم ندهن وش العيش زيت، علشان العيش برضو ما يتحمصش وينشف مني. لازم الخطوة ديت، هي حاجة بسيطة مش بنغرق قوي، بس بتبقى حاجة بسيطة، بندهنه من تحت وبندهنه من فوق. سواء بقى دهنتي الصينية او ما دهنتيهاش، انا بصراحة ما دهنتهاش. سواء انت دهنتيها او ما دهنتهاش، بس في حالة انت لو دهنتي الصينية خلاص ما نقلبش العيش بالشكل ده. ما دهنتيش الصينية زي ما انا عملت، بروح قلبة العيش وبروح ايه ملمعة كده ظهره وخلاص. بس بدخله الفرن وعلى ما هو يستوي. اه نسيت اقول لكم خطوة. انا هنا جبت جبنة ميكس كانت عندي، وحبيت ان انا ايه ازود الطعم كده جمال، برضو دي اختيارية، حبيتي تحطي او بتحبي حاجة زي كده بس جربيها هتعجبك وهتعجب ولادك جدا. حبيتي تحطيها تمام، ما حبيتيش خلاص، دي خطوة برضو اختيارية. دي انا بحطها علشان ولادي بيحبوه كده.
بس هندخله بقى الفرن ياخد السوا براحته ويستنى براحته نص ساعة، نص ساعة بالظبط، والحواوشي هيكون معاكي جاهز. مش بياخد وقت خالص، عشان كده بقولك اسهل اكلة هتعمليها. بس بدخله بقى يعيش مع نفسه في الفرن، ونبدأ بقى نعمل ايه، سلطة الطحينة، عشان احنا بنحب سلطة الطحينة مع الحواوشي. سلطة الطحينة بتتعمل ازاي؟ هنجيب نص كوباية من الطحينة، وبنستخدم المية بتكون دافية ولا بتكون ساقعة ولا بتكون سخنة، عشان الطحينة ما تفتلش معاكي، هتفتل ومش هتعرفي تسيطري عليها، فلازم المية تبقى دافية اللي هو ايدك تستحملها. وابدأ ايه، الف كده بالشوكة لحد ما لونها بيبيض والقوام بتاعها بيتخن. وزي ما انت بقى بتحبي قوامها، بتحبيه تخين، تمام اشتغلي على كده. بتحبيه خفيف شوية، زي ما انت بتحبي. دي كده بالنسبة لي تقيلة، في ناس بتحبها كده، اشتغلي على كده. انا بقى بحب اخففها شوية. هنحتاج حبة مية برضو بسيطة، ونبدأ برضو ايه، ان احنا ندوب تاني بالمعلقة لحد ما اوصل للقوام اللي انا حباه. بعد ما بوصل للقوام اللي انا حباه، الحاجات اللي احنا بنحطها عليها: معلقة صغيرة من الخل الابيض، وعصير ليمونة كبيرة، ومعانا نص معلقة ملح، ونص معلقة كمون. بس هو دوت اللي بنحتاجه لسلطة الطحينة. الخل طبعا والليمون علشان المرارة بتاعت الطحينة ما تبقاش باينة، ما تبقاش واضحة، لا تبقى طعم الطحينة. الخل مش هيبان، بس طعم الليمون اللي هيبان. وتبقى مظبوطة ملح ومظبوطة كمون، هتبقى طعمها تحفة. بس بعد ما جهزناها بنروح بقى ايه، راكنينها على جنب، ورحنا نبص على الحواوشي لقيناه زي الفل وتمام. بنطلعه بقى في صينية، او بنطلعه في حلة او في اي حاجة. بنغطيه بس 10 دقايق، يعني بنحطه بعد ما بنطلعه كله بنغطيه 10 دقايق، 10 دقايق بس. ما بنغطيهوش وبنسيب الغطا عليه، يا اما بغطا بقى تحطيه على الحلة، يا اما بحتة كده مثلا او بفوطة عادي خالص. والافضل فوطة علشان العرق بتاع الغطا لما ما ينزلش على الحواوشي يخليه طري او يبوشه. بس هنا بقى بعد ما طلع تحفة، بصوا السكينة ماشية فيه عادي خالص ازاي، جميلة وطري، وفي نفس الوقت طعم تحفة تحفة تحفة. ودي الطريقة النهاردة بتاعتنا بتاعت الحواوشي، يا رب تجربوها وتعجبكم. ونتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.